اعزائي طبعا رجعنا تاني لسلسله اللاعبين، فقلت بقى كده لازم ابتديها بلعيب موهوب جدا ويعتبر هو واحد من افضل اللاعبين في المنتخبات العربيه حاليا، هو الاردني موسى التعمري. موسى التعمري حاليا بيلعب في نادي مونبلييه الفرنسي وعنده 27 سنه، ده غير يعني ان هو دايما بيقدم اداء قوي جدا مع منتخب الاردن. فاحنا بقى كده قلت لازم اجيب له شويه مهارات واهداف ونشوف مع بعض موسى التعمري. طبعا عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات اسم اللاعب اللي عايزينه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. فاحنا بقى سريعا قبل ما نبتدي تنزل تعمل لايك في السريع، واكيد لازم تنزل تعمل اشتراك ومشاكل بقى عليك فعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. ويلا بينا تعال نشوف مع بعض موسى التعمري. طبعا ما دخلت على الفيديو لايك سبسكرايب شير، اهم حاجه اللايك عشان بس خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. في ناس كتير عليه بتقول عليه ميسي العرب، فيعني هنشوف. موسى طبعا حريف، كان جايب جون عالمي تقريبا في اليابان ولا كوريا الجنوبيه مش متذكر. حريف، لا هو حريف، الدربلينج بتاعه جميل، لعيب اشول. طبعا لاعبين الشول اغلبيتهم يا ولد لا 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 لا. مين اللي خد الكوبري اللي فات ده؟ اوي 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 اوي. معلش استنى، معلش هعيدها. ما تقوليش ان ده علي البليهي، ما تقوليش تصدق علي البليهي، تصدق علي البليهي، يخرب بيتك يا بليهي. بليهي بيقع على وشه من اولها يا بليهي قدام لاعبين كوريا الجنوبيه. يا عاقل. طبعا لاعبين الشول بيبقى مميزين شويه بالدريبلينج بتاعهم، فهو باين عليه مميز بيها بصراحه. يا ولد يا لعيب. اوه الحق الجون ده برجليه اليمين، الحق الله اكبر بجد، بيلعب برجليه الاثنين يمين وشمال. دي اصلا في حد ذاتها تديله افضليه عن باقي اللاعبين، يعني ما شاء الله بجد عليه. يعني دي حاجه تتحسب له هو كلاعب في الاساس اصلا. عامه دايما اللعيب الاشول بيبقى صعب جدا ان هو يستخدم رجليه اليمين اللي هي العكسيه بتاعته. فدي حاجه قويه جدا، حاجه كويسه يعني كلاعب. يا لعيب، هقول لك هو مميز بالدريبلينج بتاعه. يا ساتر، ده حسن كادش. لا يا عائل، لا بالعقل يا جدعان بالعقل. اوه العب في وسط 3 لعيبه عادي، ما عندوش مشكله. ايه يا عم، ايه يا جدع، راح فين؟ يا عيني. لا جريء قوي يا جدعان بجد، الله اكبر بجد عليه، جريء قوي بجد. هو رايح على لاعب او 2 لاعب 3 لاعب، تخيل يعني ايه جريء، عنده جراءه. فدي حاجه كويسه اصلا في حد ذاتها، حاجه قويه جدا، حاجه بتبقى اصلا نادره للاعبين شويه، لكن لاعب جريء ياخد الكره يروح على لاعب واثنين وثلاثه، فدي حاجه تتحسب. يا ساتر على الكوبري، هو شايفه بيدك شويه كاميرا علينا، وفي ناس بتقع وتزحف وشغالين يناموا على الارض. تعالى خد كوبري انت كمان، تعالى. حلو برضو ان هو بيعمل الدور الدفاعي بتاعه كويس، بيعرف يضغط، بيستخلص الكرة بطريقه كويسه قوي. اوه يا عيني على اللونج باص، يا عيني على الاسيست اصلا، يا عيني الكي باص يعني. مش تغيير الملعب يا جدعان، يا جدعان يا ولد يا عاقل. اوه في ضربة الجزاء دي. عامة اللونج باص بتاعه حلو قوي يعني. اوه يا ساتر، ما راحتش جون دي. ضربة جزاء، يخرب بيتك يا حسن يا كادش، يخرب بيتك يا حسن. بس هو بصراحة موهوب يعني، حريف. انت عارف احسن حاجة برضه، حاجة مميزة قوي، ان هو لعيب هادي على قد كده، الكرة وهو معاه هادي شوية، فتصرفاته او قراراته باغلبها بتبقى صح، فدي حاجة كويسة قوي يعني. ضربات جزاء بالعقل. يا عيني مش بقول لك هو لعيب هادي قوي بكوره، لعيب هادي فبيخليك مش متوقع هيعمل ايه. فدي اصلا في حد ذاتها بتقلق اللعيب اللي داخل عليه اصلا،
لا حريف حريف بصراحه موسى. حاجه تانية ان هو ما شاء الله بجد عليه بيعرف يستخدم القوه الجسمانيه بتاعته او القوه البدنيه بتاعته. اوه يخرب بيت الكباري، بيت شويه كباري عنب. يعني ما بيفقدش الكوره بسهوله، بيعرف يحط جسمه صح، فدي حاجه تتحسب. تستغل، بيعرف يستغل ده كله. يا عاقل يا عاقل يا عاقل على الاسيست. موهوب هو ما شاء الله بجد عليه، موهوب. اوه يا عيني على الجول. تغيير الملعب بالملي يا ولد على الاسيست. لا ما شاء الله بجد عليه موسى التعمري، حريف 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 حريف. يا ساتر يا ساتر على الاسيست، حريف موسى التعمري. بس بقول لك الدريبلينج بتاعه مميز قوي، مميز قوي بجد. يعني هو بيروح عليك اصلا وما تفهمش انك لو اديته زاويه ان هو يلعب برجليه اليمين بيلعبها حتى، يعني فاهم؟ يعني انت لو هو عارف ان كده لعيب بتبقى عارف اللي بيلعب قدامك اشول ولا ايمن اغلبها، فبالتالي بتقفل له زاويه وتسيب له زاويه ثانيه يجري فيها، فهو اشول. لو سبت له اصلا كمان الزاويه اللي هي ناحيه رجليه اليمين هيروح عليها وهيشوط بيها. فانت صعب اصلا توقف اللعيبه اللي زي دي. اللعيبه اللي عندها بتعرف تتحكم في رجليها الاثنين او تستغل رجليها الاثنين بتبقى صعب جدا انك توقفه اصلا، صعب. خصوصا ان هو لعيب هادي، يعني مش متسرع، لا هادي جدا في قراراته. فرقم اغلبيتها بتلاقي دايما بياخد قرار صعب. ما شاء الله بجد عليه، يعني ما شاء الله بجد. اوه يا جماعه بديش، اوه يا ساتر، لا 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 لا، يا لهوي على الكوبري، يا لهوي على الكوبري اللي فات ده. بيت شويه كباري عنب بصراحه، بيت شويه كباري جميله، يعني فاهم؟ انت تاخد الكوبري اصلا يجي لك صداع. يا لا 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 لا، جميل 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 موسى، عاقل قوي ما شاء الله بجد عليه. في حد ياخد كوبري هنا؟ قول لي في حد عايز ياخد كوبري شكل. بص لمسه واحده ادي زميله انفراد. حاجه تتحسب برضه رؤيته في الملعب. وهو قبل ما تجيله الكوره اصلا تحس واخد قرار هيعمل بيها ايه، هيعمل بالكوره ايه. حاجه تانية بقول لك رؤيته، هو في الملعب شايف الملعب كله، كاشف في حركات الملعب كله، ممكن من لمسه بفينت اصلا، وده اللي انا شايفه، كاشف الملعب. ضربه جزاء، فيها ضربه جزاء اللي فاتت دي برضو كمان ضربه جزاء. صعب انك تخش على لاعب مهاري سريع هياكلك فيها بصراحه. تقريبا خلص الفيديو. بصراحه موسى لعيب موهوب جدا وحريف جدا، وان شاء الله نشوفه في واحده من افضل الانديه في العالم. بس اشوفكم الحلقه الجايه، سلام عليكم.